كملوا عناصر القصة اللي ما ذكرتهاش. علاش عملوا الشيء هذا؟ كان عندهم موقف ايديولوجي منا، كان عندهم موقف فكري، كانوا مانيبيولي، كانوا يحبوا يترقاوا على ظهوراتنا، كان ثم سياسة، كانوا ملزمين. شنو بالضبط اللي حصل؟ نحبوا نفهم واحنا علاش حصل الشيء هذا. انا فلنفترض اني انا كل التهم اللي حولي صحيحة، انا من حقي باش نعدي ربطيتي عادي كما اي سجين بكرامة. يعني تونس بلاد مستقلة والناس يعني أريقت دماءها من أجل أنه تكون مستقلة. علاش يصير فيها يعني الشيء هذا؟ أنا ندعوهم، أنا مستعد لهنا وموجود غدوة إذا كان يجيوا الجلادين هذوما ويعترفوا، أنا مستعد نغفر لهم، أنا مستعد نغفر لهم بشرط يجيوا ويعترفوا ويعتذروا ويفسروا ويجاوبوا على الأسئلة. وأنا تعرفوا أنه في الهيئة سألتوني، قلت لكم أنا ما متبع حتى حد، وأنا نحكي عن نفسي، وليس في هذا مزايدة على بقية الضحايا اللي من حقهم اللي يطلب المحاسبة القصاص، هو حر، هو حر. أما أنا عن نفسي قلت لكم اللي ماني متبع حتى حد وما حاجتي باش نحاسب حتى حد، فقط أنا أريد كشف الحقيقة، الجواب عن الأسئلة. نحبوا يتسجل في التاريخ، هالمرحلة السوداء هذه تتسجل في التاريخ باش ما تتعودش. أنا جيت لهنا باش اللي صار عليه ما يتعودش على بنتي، ما يتعودش على بنات التوانسة ولاد التوانسة. أنا ربما معناتها الثورة هذه اللي صارت ربما العمر ما يخلطنيش باش نلحق يعني على نتائجها الحقيقية، لكن على الأقل ولاد التوانسة بنات التوانسة ما يعيشوش الشيء اللي عشناه هذا. إذا كان عملوا نهار مع سلوك حتى ولو خالفوا القانون، على الأقل تحفظ كرامتهم. ما يجيش جلاد يحط مساجين عراية مع بعضهم، يحطهم في زنزانة أسبوع كامل عراية، وفيهم الكبير وفيهم الصغير، أسبوع كامل ناس عراية في زنزانة. علاه؟ شنو المعنى؟ شنو هي العقوبة؟ يعني الغاية أنك تخرج مدمر، تخرج محطم، تخرج عقيم. ثم يعني ثم شكون راهن على أنك تخرج ما تجيبش الصغار. الحمد لله أنا كان السجان يضربني على راسي، العلم اللي عندك في راسك نخرجهولك. الحمد لله خرجت، كملت مساري الدراسي، عملت ماجستير، كملت المتريز، جيت الأول في الكلاس متاعي، الماستير الأول على الدفعة متاعي، نعمل في رسالة الدكتوراه. الحمد لله مساهم في البحث العلمي، مساهم يعني في أشياء أي معناتها جهة تناديني باش نساهم بأفكاري. يعني هذا بالنسبة لي أنا معناتها انتصار على الجلاد، وانتصار على التعذيب، وانتصار على الإرادة اللي حاولت يعني تجهلني. أنا لتوا حاس بألم كبير ياسر. 8 سنين قداش من كتاب ما قريتوش، قداش من فكرة جديدة، من منهج، وأرك معناتها هذوما ما تنجمش تباريكيبيري معناتها. تو باش ترجع للكتب اللي تألفت باش ترجع لهم، والمقالات والجرايد والمجلات العلمية. ثم نوع من تحس بنوع من القهر، نوع من الهانديكاب اللي تنجمش تتجاوزه. يعني كان ثم مراهنة انه الشخص هذا نعملوا له عملية اخصاء، ما لازمش يجيب الصغار. الحمد لله معناتها عندي بنتي، وبنتي معناتها حلوة وعسلة، وديما نهبط عليها في الفيسبوك قصدا. أنا نحب نهبط تصويرتها مش من باب التفاخر، وعندي بنتي يعني باش نبين أنه أنا انتصرت على من أراد يعني أن يعيقني عن الإنجاب.